السلام عليكم. اليوم راح اسوي لكم صوص الكاكاو البديل عن النوتيلا بثلاث مكونات مثل ما تشوفون. عندي هنا تقريبا 3 ملاعق كاكاو باودر. راح اضيف وياه ملعقتين كبار حليب وتقريبا 4 ملاعق شكر، والشكر حسب الحلاوة. هنا راح اخلطهم، راح اضيف لهم تقريبا 4 ملاعق زيت. يعني ما قسته، عينك ميزانك عادي. راح نخلطهم. يعني صدقوني بنات صوص كلش طيب. انا جربته تقريبا هاي المرة الثالثة اسويه ويا الكيكة، او اذا حشوة البوب كيك، تزيين الكيك. هنا أنا عندي شوفوا صار قوامه ثقيل. راح اخففه بمي. المي ما له قياس. شوفوا هسه تقريبا ضفت شوية. هنا شوفوا حبايبي ورا ما ضفت المي راح اظل اخلط لي خلط كلش قوي. اذا تحبون بالخلاط هم عادي، بس انا سويت لكم اياه للسهوله، يعني تضبط الخلاط ما يشوش على الفيديو. شوفوا هنا يعني بعد ما حطيته بالثلاجه كلش تماسك. هنا عندي صار كلش ثقيل، راح اضيف له شويه مي وارجع اخلطه. وهسه عندي هذا الصوص جاهز كلش طيب. طبعا تحبون تضيفوا له اضافات قشطه او نكهه شوكليت كيفكم، كراميل. شوفوا هنا عندي الصوص جاهز وطعمه كلش طيب. شوفوا هذا يفيدكم بالتزيين، يعني انواع الكيك نفس ما قلت لكم بوب كيك كيفكم. شوفوا هسه هنا عندي كلش متماسك وانا بعدني ما خليته بالثلاجه. هنا عندي خلاص الجهز. هسه اشوفكم بس يستوي الكيكه. حزين لي كيكه والف عافيه. حبايبي هاي كيكه استوت وهذا الكريم شوفوا شلونه. راح ازين بيه الكيكه. بسم الله. هسه راح ازينها اول شي تزيين عشوائي، بعدين اقطعها. هسه هاي اللمسات الاخيره من الكيكه. طبعا انا هناك الكيكه قطعتها هاي لان احب انا اضيف لها يعني الكاكاو القطع مو بس من الخارج. هذا شكلها.